والله يا خوتي قسما بالله وندمت لي ما صورتش، ورانا يوم جمعه. هاد التروطوار هذا اليوم صباح جزت عليه، كان كيما طريق هذه راكم تشوفوا فيها، باسكو هذه البلاصه جديده راهم يخدموا فيها، مازال ما كملوهاش. راك تشوفوها كان كيما هكذا، شوفوها خدموه في شحال، في يا ربي 5 سوايع ولا 6 سوايع خدموه، وراهو حتى لتحت، راهو المطر يصب ما نقدرش نهبط لتحت. الكهول في الجزائر علاش ما يخدموش تروطوار كيما هذا؟ علاش خوتي؟ بالكودرون، باسكو هذا التروطوار هذا يشد 40 سنه 50 سنه يشد، هما يحبوا الكارلاج، وكي تكون تمشي تعفس يطير عليك الماء في القميص ولا في قشك، باش المير اللي يجي ياكل خبز. هما ما عندهم لا اقتصاد لا شركات لا حتى حاجه يتلهاو بها. كاين تروطوارات والنفايات والصرف الصحي، وكان غير يفلحوا فيهم يزح. ها حتى لتحت خوتي، وشوفوا عندهم سياسه غرس الشجره امام كل بيت. المقاول هو اللي يغرس الشجره، ماشي قال انت اللي تغرس الشجره. يخلي لك بلاصه للباركينغ وين تباركي طوموبيلتك. شوفها حتى لتحت، وهذيك اللي تحت دار قديمه ثاني دوك يهدوها يعاودوا يبنوا دار جديده. السؤال المطروح، انا حبيت نطرح سؤال فقط: شكون اللي بلاد البترول وشكون اللي عندهم الزفت؟ حنايا ولا الانجليز فيها بترول؟ حنا اللي عندنا الزفت وعندنا البترول ونقدروا نخدموا كودرون كيما هذا. وعلاش الكودرون في الجزائر جاي؟ علاش الكودرون في الجزائر جاي صفر؟ هذه الحاجه اللي دوختني. الكودرون في الجزائر جاي صفر، ما فهمتش علاه. ولا كيش داير؟ شوف كيش داير خوتي، شوف طوب والله طوب.